تخيل تصحى تلاقي نفسك ملك نيويورك، معاك كل العربيات والفلوس والبيوت، بس مفيش بني ادم واحد غيرك. بطلنا روبرت بقاله 3 سنين عايش في صمت قاتل. المدينة بتاعته طول ما الشمس طالعة، واول ما الدنيا بتضلم بيبقى هو الوليمة الوحيدة لجيش من الوحوش ما بيعرفوش الرحمة. النهاردة هنشوف قصة الراجل اللي قرر يحارب العالم كله لوحده هو والكلب بتاعه. بس يا ترى هو فعلا بطل ولا هو الوحش اللي استخبى منهم في الضلمة؟ قبل ما نبدأ الفيلم اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخص جديد احنا بننزله. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا بفيديو قديم لدكتورة في التلفزيون بتقول انها لقت علاج للسرطان عن طريق فيروس معدل، والناس كلها كانت فرحانة ومفكرة ان الدنيا هتبقى تمام. بعدها بنروح لمدينة نيويورك سنة 2012، بس مش نيويورك اللي نعرفها. المدينة فاضية تماما، الزرع طالع في الشوارع والعربيات مركونة ومصدية، وبنشوف بطلنا روبرت راكب عربيته الفورد الحمراء ومعاه كلبته الوفية سام، وعمال يطارد غزلان في وسط الشوارع كأنه في رحلة صيد في الغابة. روبرت بيحاول يصطاد غزالة بس فجأة بيظهر أسد بيخطفها منه. بطلنا روبرت ما بيعملش معاه مشاكل وبيقول له يا عم بالهنا والشفا، وبيرجع على بيته. بنشوف روبرت بيدخل البيت وبيجهز أكل ليه ولكلبته سام وبياكلوا مع بعض، وبيحمي كلبته، وبعدها بيعمل روتينه اليومي الغريب. بيقفل الابواب بحديد وتقفيلات امان تقيله جدا، وبعدها بينام في البانيو هو وكلبته في حضنه سلاحه، وبيرجع فلاش باك لورا وبيفتكر ايامه مع مراته وبنته. وبنعرف انه كان عقيد ودكتور في الجيش، وهو بيحاول يهربهم لان الجزيره هتنعزل سبب انتشار الفيروس اللي بيخلي الناس تتقلب زومبي. تاني يوم الصبح روبرت بينزل الجيم يتدرب، وبعدها بيدخل المعمل بتاعه اللي تحت البيت، ومهمته انه يلاقي مصل للفيروس اللي حول البشر لزومبي او كائنات ما بتستحملش الشمس. بنشوفه وهو بيجرب مصل جديد على فار تجارب، وفجأة الفار بيتحول لعدواني جدا. روبرت بيحبط بس ما بييأسش، وبيقرر انه لازم يجرب المصل ده على حد من الكائنات اللي بره دي. وبعدين بيروح محل تأجير افلام، وبنشوفه بيتكلم مانيكان ملبسهم كأنهم بني ادمين حقيقيين، وبيسلم عليهم وبيقول لهم صباح الفل يا جماعة مفيش جديد. طبعا هو بيعمل كده عشان ما يتجننش من الوحدة. وهنا بيروح المينا ويفتح اللاسلكي ويفضل ينادي لو في حد سامعني انا موجود في نيويورك، هكون موجود عند المينا كل يوم لما الشمس تكون في نص السماء، لو حد موجود انا ممكن اوفر لك اكل وامان. بس طبعا مفيش حد بيرد عليه. روبرت بيعمل فخ في الشارع وبيحط فيه دم عشان يجذب الكائنات دي، وفعلا بيقع زومبي ست في الفخ ده. بس فجأة القائد بتاعهم بيطلع وبيصرخ صرخة غريبة في الشمس، والجلد بتاعه بيتحرق فبيدخل تاني، بس كان باين عليه انه زعلان على الست اللي اتاخدت دي. روبرت بياخدها بسرعة وبيروح بيها على المعمل وبيحقنها بالمصل، بس ضربات قلبها بتزيد وبتموت تقريبا. بيقوم مديها حقنة ادرينالين فبترجع تاني، بس لسه ما تحولتش البشر، فبيقول شكلنا قدامنا لسه كتير يا سام. هنا بنشوف فلاش باك ليوم الكارثة سنة 2009 لما كانت الحكومة بتقفل نيويورك عشان الفيروس انتشر. روبرت كان بيحاول يهرب مراته وبنته في طيارة هليكوبتر. بنته كانت خايفة وبتقول له يا بابا انا عايز امشي. ركبهم الطيارة وسلم عليهم وهو بيعيط. بيصحى روبرت من النوم بعدها وهو ماشي في الشارع، بيتفاجئ ان المانيكان اللي كان بيكلمها في المحل موجود في نص الشارع. بيستغرب جدا وبيقول مين اللي جابك هنا؟ بيقرب منها وفجأة بيقع في فخ عصابة الزومبي عملوها له بنفس طريقته. بيفضل متعلق من رجله والشمس بتبدأ تغيب. بيحاول يفك نفسه بالسكينة وبيقع على الارض والسكينة بتغرز في رجله. الكلبة سام بتهوهو وفجأة كلاب الزومبي بتهجم عليهم. روبرت بيحاول يضرب نار وهو مصاب، وسام بتدافع عنه بكل قوتها بس بتتأذي جدا. بعدها روبرت بياخد سام وبيرجع البيت بسرعة بيحاول يديها المصل، بس مفيش فايدة. سام بتبدأ تتحول وعينها بتتغير وبتحاول تعض. روبرت بيعيط بحرقة وبيكتم نفسها لحد ما بتموت في حضنه، وبيقول بينه وبين نفسه انه ملوش لازمة في الدنيا من غير سام. بينزل بالليل بعربيته وبيدوس كل الزومبي اللي بيقابله، بيفضل يضرب فيهم ويخبطهم لحد ما بيحاصروه هيقضوا عليه. وفجأة بيظهر ضوء شديد جدا، حد بينقذه وبياخده في عربية وبيهرب. بيرجع فلاش باك لورا وبيفتكر لحظة وداع مراته وبنته، وفجأة طيارة تانية خبطت فيهم وانفجرت قدام عينه، وده السبب اللي مخليه مصمم يقعد في نيويورك ويلاقي علاج. بيفوق بيلاقي واحدة اسمها انا بتعمل له الاكل وعالجت رجله، ومعاها طفل صغير اسمه اسان. بتقول له احنا سمعنا رسالتك وجينا ننقذك، وفي مستعمرة ناجين في فيرمونت. روبرت بيتعصب وبيكسر الاطباق ويقول لها مفيش حد عايش، الكل مات. وبسبب ان انا ما نقذتش روبرت بحرص، الزومبي عرفوا طريق البيت، وبالليل بيهجموا بجيش كامل على البيت. روبرت بيشوفهم من بعيد، بيفجر قنابل بيموت منهم، لكن هم كتير جدا. بيكسروا كل التحصينات وبيدخلوا البيت. روبرت وانا وإسام بيستخبوا في المعمل ورا ازاز قوي جدا. القائد بتاع الزومبي بيفضل يضرب في الازاز بدماغه لحد ما بدأ يتكسر.
روبرت بيبص على الست اللي كان بيعالجها، بيلاقي جلدها بدأ يرجع طبيعي تاني. بيعرف ان المصل اشتغل، بياخد عينة دم منها وبيديها لأنا، وبيقول لها خدي دي، ده العلاج، استخبي في الفتحة دي وما تطلعيش منها. روبرت بيطلع قنبلة يدوية وبيقف قدام الإزاز، وأول ما الإزاز بيتكسر والزومبي بيدخلوا عليه بيفجر نفسه فيهم عشان يحمي أنا والعلاج. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل ملخص احنا بننزله. يلا سلام.